بس انا كنت بستهبل يعني. هي الدرس ب50 جنيه هسيب 100 جنيه 100 جنيه. انت فلوس كنت في غالية. اسكندريه ولا؟ الفلوس غالية. الدروس بتبقى جشعين. كتاب 20 جنيه كمان، وتصوير ورق ب30 جنيه. والواد اللي بياخد الورق ده ما هو بيبقى عايز رشوة. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ومين سمعك. النهارده احنا ماتشنج وهنتكلم عن عن ايه؟ الفلوس. شفت الواد قالها ازاي؟ الواد معاه 10000 جنيه في جيبه. اقسم بالله حسابي فيه 3000 جنيه على بعض. حاليا يعني. معاك فلوس يا خالد؟ دلوقتي عايز حاجه؟ محتاج حاجه؟ بالله عليك معاك فلوس؟ يا اخي لا ما تاخرش. سلفت حد فلوس قبل كده؟ انا اديك انا والله كتير. بجد؟ والله يا اسطى موضوع السلف ده صعب قوي جدا جدا. صعب اقول لك الحقيقه انا خير يعني. انت خيري؟ خير لا خيري هبان يعني هبان قوي. بس انا لو خير يا عم لخبطتني. خير بدي بس في انا مش هتكسف منك وانا ما بحبش اخبي بصراحه. ما بحبش الناس اللي بتستهبل دي. ببقى وانا بدي فلوس كده مش كنا جبنا بيها اكل دي ولا عملنا بيها؟ ايوه ماشي انت محتاج وانا معايا كتير وزياده وبس. ما هي فلوسي. يا ترى هترجع امتى؟ هترجع ممكن ما ترجعش. ما اعرفش اطلب الفلوس. عارف انت بتبقى مسلف تقول له عامل ايه يا عم ماشي. طب ايه ماشي يا عم. جبت انت بلاي ستيشن؟ ها ماشي يا عم. ايه جبت بلاي ستيشن دي؟ انت مالكش عندي فلوس. تخافش مش انت انا بقى حاجه تانية بقى. ايه؟ انا ما اعرفش انام وانا عليا جنيه. بجد بقسم بالله والله العظيم ما تتجوز هتنام عادي خالص. بص يعني عادي يعني اقل من العادي. بحبك والله. بص ما تقلقش من الحاجات دي والله. تتجوز بس يا ابويا هتنام بص كده يا عليا فلوس يا اختي كده والله العظيم. يا لا يا عم خالد والله يا راجل والله يا راجل مش الكلام ده. يبقى هو الموضوع بقى ان انا عامل فيها دي بيرسونا انا عاملها يعني. هي بس انت مجرد مع اول بس 5000 جنيه تتكسر عليك انسى بقى اللي جاي كله مش بتاعك. مع اول ديانه يسيبوا لك الدين. مع اول جمعيه مش عارف تدفعها الموضوع خلص معاك. يا دين ابويا. بيقول لك مش عارف يناموا عليه جنيه. انت بتحب عليا كام؟ تحب تسلف ولا تستلف؟ لا انا بصراحه احب استلف. قال لك دايما الايد اللي تدي احسن من الايد اللي تاخد. لا انا احب الايد اللي تاخد. انت الايد اللي تاخد. انا احب الايد اللي تاخد. اضحك عليك يا عويلي يا ابني. اضحك عليك. يعني انت لو معاك فلوس كتير اسلام تستلف برضو؟ انا اسف بقى القرف ده يعني بدل الحلقه يلا. لا لو معاك فلوس كتير مش استلف ليه؟ ما انا قصدي كده معاك فلوس لا استلف ليه يا عم وانا خلاص الدرجه دي يعني معايا فلوس كتير واستلف؟ ده نوه ما انا معايا فلوس. بس في ناس اللي هيبقى معاه فلوس ويدعي الفقر. عارف والله ما بهزر. والله عارف. ده يبقى لسه الصبح النهارده بدون منين وما فيش والفلوس عارفه رايحه فين ايه اللي فلوس عارفه رايحه فين؟ انت متجوزها مش عارف ركبت مشيت يعني فين يعني. يقول لك الفلوس اول ما جت طارت. فلوس ما بتقعدش. حاسب 3 فلوس منظوره. على طول قافل عينيه كده. يعمل لك كده. ايوه عارفه الواد ده. يقول لك معيش فلوس تاني يوم تلاقيه جاب بلاي ستيشن 5. يا راجل لا انا بقول معايا فلوس عادي. انا معايا فلوس الحمد لله. دلوقتي لا. يعني انت معتبر نفسك غني ولا مش غني؟ طب ما حلو السؤال ده صح. السؤال ده مهم. مش عارف اقسم بالله. لا انت مش غني ما تمثلش. ما اكيد طبعا. بص الغني في اللغنه منه يا عم ونعم بالله. لا مش قصدي يعني. ما انا قصدي ايه اني مهما كنت فاكر انك غني في اغنى منك اكيد. فانا برضو لو حاسس ان انا غني اكيد في اغنى مني. بس في بقى حاجه انت غني ولا مش غني؟ سؤالي واضح. يعني دلوقتي لو في واحده بتتفرج عليك خلاص حلو قوي ده انت جيت في لب الموضوع. ايوه شايفاك واحد انت شاب مناسب. ايوه هل هي لما تشوفك كده ايوه انت عايز توصل لها معلومه ان انت غني؟ ايوه ولا انت مش غني؟ لا انا فقير. انت مش عايز تتجوز؟ لا ايوه يا جماعه ما تخافش يبقى عليك فلوس. لا يا عم لا اسلام يا عم اسلام مش قصه جواز. بالنسبه لي يعني انت شاب مبسوط. انا شاب رايق والدنيا جميله. دايما تقول لك ايه عندي اختي بس هي مبسوطه شويه.
عارف انت مبسوطه شويه بس يعني مش غنيه معاش فلوس بس مبسوطه شويه. دايما يربطوا الفلوس بالانبساط يقول لك ايه من عيله مبسوطه. دول بجد والله بيبقى نكت على طول كده وهزار وقاعدين والدنيا حلوه كده. مبسوطين دول على طول، دول مبسوطين. اوكي ماشي. انا عيلتي مبسوطه على فكره، ابويا دمه خفيف. عيله مبسوطه فشخ كده امك كانت مبسوطه. كلنا مبسوطين والله العظيم. والله علينا فلوس. ايوه. هل الفلوس بتسبب سعاده؟ بص يا عبده، بص عبده سأل سؤال خطير. ايه بقى؟ الفلوس بتسبب سعاده؟ الفلوس هي السعاده. الفلوس مش بتسبب السعاده. اقسم بالله اسلام في كيس حصلت في حياتنا، اتدقرنا دقره كان علينا فلوس، مش فلوس عاديه، ممكن تكون عاديه بالنسبه للناس بس هي بجد كانت بالنسبه. انت ابوك يعني ابوك لا ده مش طبيعي. البيت كان حزين حزن. الحيطان بتعيط. ايوه عارفها. البياض الدنيا سيئه جدا. السلم بينزف يعني. حياة ربنا ما بهزر، العيشه كانت صعبه. عارف التقشف بعينه. يا نهار ازرق بعينه. بعدين ده انت حلقت اقرع في الفتره دي ولا لا وربنا لا 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 بس بجد والله العظيم لما كنا بنعزل احنا عشان نعزل ابويا دايما يفرد الدنيا، يفرد عضلاته بالك. احنا ما معوش في جيبه غير كذا وهي بثلاثه من الكذا اللي معاه ده هنجيبها عادي نجيبها، ما نجيبهاش ليه؟ ده اللي حصل. تبقى نفسك ما فيش بقى. انت بتعرف تحوش ولا بتعرفش تحوش؟ لا انا بعرف احوش. بتعرف؟ بس حمار او ما امسك قرش ادور على حاجه طيارها بيه. يعني فاهم حاجه؟ يعني مثلا مسكت فلوس بلاي ستيشن بحطهم في كذا هجيب بيهم ده كده بس. بعرف اجيب بلقايه اقف عندها. يعني بحدد اهداف صغيره كده، نفسي احدد اهداف كبيره بقى. شقه بقى، عربيه بتاع. ازاي بقى؟ صعب قوي. شوف واحد بقى يقعد معانا. تحويش في الوقت اللي احنا فيه ده صعب قوي. في راجل اللي هو بيطلع في شارك تانك اللي هو ابو عين زرقاء اللي هو ابن ممدوح عباس ده اسمه ايه؟ ايمن عباس. ايمن عباس قال لك نظريه خطيره جدا عبقريه. عارف تثبت ان هو غني بالوراثه، تثبت جدا يعني. قال لك ايه؟ عايز تبقى غني؟ يا ريت. اي فلوس تجي لك شيل نصها. شكرا. بس هحط نقطه، قفل الموضوع هنا. نظريه بنت نظريه ايه؟ ما تقولش نظريه، تقولش ان ده وارث الفلوس يعني اللي معاه. ده وارث الفلوس اللي معاه بيشتغلنا. يعني مثلا واحد بياخد هو كان قال ساعتها معاك 10000 جنيه اصرف كانك معاك 5000 جنيه واشيل الباقي. طب وبعدين ماشي خلصتهم في 10 ايام 5000 جنيه واقعد انا وهم بقى طول الشهر نقعد انا 5000 جنيه. صرفكوا ايمن قال لي بصراحه شوف اصرف. وبعدين استلف استلف 5000 جنيه. عارف هتبقى مين؟ هتبقى الواد البكس اللي معاه فلوس اللي بيقول معاه. غريب قوي يا عم الحاجات دي. هل الفلوس فعلا بتمثل سعاده؟ طبعا يا ابني طبعا. طب نقول ايه للناس يعني تقول ايه عن الناس اللي بيبقى معاها فلوس ومش حاسه بسعاده؟ لا اسلام بجد لا. في ناس معاها فلوس مش حاسه بسعاده. دول عينهم فارغه بقى. عينهم فارغه. بس بحس برضو ان اللي اتخلق في وسط حاله من الفلوس، خد بالك. سلام. عجبتني الكلمه. اللي اتخلق في حاله من الفلوس وارد فعلا تبقى هي اخر اهتمام، تبقى هي فعلا اخر اهتماماته. ماشي. هي فعلا حسب انت ظروفك ايه يعني. ممكن ابوك يبقى غني ومعاك فلوس الدنيا جميله واتولدت لقيت اللي هو يقول لك اتولد في بقه معلقه ذهب. عارف العيال دي؟ ايوه عارف. ما هو انت بالنسبه لك ما حد تيجي تقعد مع حد، انا قلت لك الغني فيه اللي اغنى منه، تيجي تقعد مع حد لك ده انا عندي عربيه كذا، هو يبص لنفسه انا معايا بي ام، هو معاه مش عارف ايه، احنا فقراء قوي وبتاع. يعني فاهم قصدي؟ هيبقى دايما شايف ان هو برضو قليل، ان ستيل فيه احلى. انا تهت منك مش فاهم حاجه. يعني الشخص ايوه اللي معاه فلوس دايما مش هيحس بسعاده ان هو مش حاسس انه معاه فلوس مثلا. يعني هو بالنسبه له عادي. انا مثلا لو جبت عربيه بي ام فانا دي بالنسبه لي تبقى حادث ابن جنيه مثلا. هو لو جابها فهو عادي يعني مش جابها، هو موجوده اصلا معايا. انا معايا واصحابي معاهم، واصحابي اللي معاه البنتلي واللي معاه البتاع ده. حالتي كده. يبقى فعلا الفلوس مش بتسبب السعاده. تفتكر؟ هي بتسبب السعاده للي معهوش فلوس. اللي معهوش فلوس. عشان كده احنا فرحانين واحنا بنتكلم عن الفلوس. نتكلم عليها مش معانا عض. هي كده، هي سيرتها حلوه، ريحتها حلوه. دي اللحمه. دي اللحمه. لا الفلوس ريحتها حلوه. طيب بقول لك ايه، انا برضو جت فتره كده مسكت دولارات. كان رقم حلو، كان كل دقيقتين بعدهم. ليه؟ ليه؟ شوفهم مالهم ايه الكلام فيه عاملين ايه.
كويسين ليه؟ عدهم بفهم في ايه. يمكن يمشوا قريب، وفعلا مشيوا يعني فاهم قبل ما يمشوا يعني. مسكت انت باكو قبل كده؟ باكو ايه؟ باكو مسكت باكو. كان عندك كام سنه مسكت باكو؟ انت بتتكلم على بدايه الباكو. لقيت مكان الاستك لا ابويا استكني كتير قوي والله. استكك ازاي بقى؟ مسكني اساتك كتير قوي بجد؟ زمان كان يديني مثلا هو قاعد بيعد فلوس امسك عد دول. يا دين امي، اصعب اختبار تاسك. في الحياه ده تاسك. عد الفلوس ده. كنا كام من الاول؟ انت لسه عدتش، ما انت اكبر مني، ما اكيد ايوه اكيد مش زيك. هو ايه زي يا عم في ايه؟ وبعدين ايه، لا كان في بقى دي بالنسبه لي ده كان سحر. امي تقول له هتاكل؟ هاكل. احمد جاب لي طب اديله الحاجه. ايه ده ايه ده انت بتتكلم وبتاع. انا لو حد اداني كلمتين في وسط الباكو صعب قوي دي. طب لحظه اقف بقى انت كده. ايوه ايه يا اسطى، ده في ناس يا اسطى بتحط الفلوس في المكنه تعد الفلوس، ومن كتر السرحان يحطهم تاني. ايوه يعني الفلوس عدت لك خلاص، هم 10 ودول 200 فدول كذا، فيروح حاططهم تاني. مش عارف يضرب 10 في التيب. يا نهار اسود. انا فاكر بقى اول مره احرجت فيها ابويا. انت احرجت ابوك؟ احرجت ابويا. هو قاعد بيمرني بقى على عد الفلوس. خد بالك يعني دي واضح ان هي تسقيه عند الابهات فاهم. فجينا بقى ايه بقى ممرني في البيت والدنيا جميله، ودول كام 10000 3000 5 7 تمام. جينا في يوم بقى قاعد وسط اصحابه بالك في المحل في العتبه، قال لي خالد امسك عد دول. طبعا الضغط الجمهور ده كان خطير جدا. اول تعرض لضغط جماهيري كلهم بقى قاعدين. كما خالد هقول اهو هقول والله يا اسطى. رحت من دول قلت 10، فهم قالوا له 10 ابزار. قال لهم 10. بس بصيت لي بقى انا فاهم البصه. روحنا البيت قال لي 10 دول 10 انا اديتهم لك 10. قلت له ما عرفتش اعدهم قدامهم. قال لي ما تعمل ايه لما حد يديك فلوس كده وتهدى ده قدامه هتعمل ايه؟ بس ايوه كان دايما يقول لي برضه، كان دايما يقول لي تاخد اي فلوس من اي حد تعدها. حلو. حتى لو مني. احنا دايما كانت شغلنا برضه في بتروح تجيب بضاعه من حد وتاخد فلوس من حد تديها لحد فانا مثلا مره خدت فلوس من واحد كانوا ناقصين 200 جنيه فانا ما عدتش، فرحت له دول كام؟ دول مثلا 10. دول 9800. حلو. شوف بقى انت 200 جنيه حل بقى حلو. واكلم الراجل لا انا مديك 10 مقفولين انت عديت انا ما عديتش خلاص روح بقى انت شو هتعمل فيه. صح حقه طبعا. مره يا اسطى عارف انت الفلوس دي ممكن تعمل اي حاجه، حتى لو 50 جنيه تعمل حاجه يعني ايه تخلص لك مصلحه. طبعا 50 جنيه تخلص مصلحه في اي حته. مره اصلا كنا رايح ابويا كان بيتني اجيب 20 جنيه تخلص مصلحه. ابويا كان بيتني اجيب ورق بضاعه ماشي. فهو في واحد شغال عند الراجل التاجر ده بيظبطه. يعني ايه بيظبطه؟ بيديله مثلا 50 جنيه دي ايه من ورا صاحب الشغل عشان ايه؟ الرشوه يا اسلام. انت عملت مش رشوه مش رشوه يعني ايه مش رشوه يا عم اكراميه عادي مش رشوه. حلوه اكراميه. احنا في المستقبل يا عم هي مش رشوه مش هيخلص. لا اكراميه هي فعلا مش رشوه عادي اكراميه. المهم انا كنت صغير لسه في بدايه الشغل معاه ماشي. فانا مش فاهم ان دي 50 جنيه دي ما ينفعش صاحب الشغل عنده يعرفها. ماشي حلو. ايوه. فانا رحت سالت على رمضان. حلو. عم رمضان موجود؟ فانا بسال مين؟ انا بسال صاحب الشغل. حلو. قال لي لا عم رمضان مش موجود. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له انا بقى بعتني نجيب ورق فاحنا بنحجز ورق مش عارف ايه و50 جنيه دي لعم رمضان. قال لي ايه 50 جنيه دي لمين؟ وعمك رمضان بياخدها دايما بقى ولا النهارده بس؟ والله العظيم عامل كده. قال لي مين؟ قلت له لعم رمضان. قال لي ماشي يا رمضان تعالى يا رمضان. لا في واحد هنا عايزك. راح مديني تليفون قلت له يا عم رمضان انا اسلام الحاج محمد انا جاي لكم بديك 50 جنيه. المهم بس ايه سبت له 50 جنيه ومشيت. الله عليك. المهم هو بيكلمني بيقول لي هو انت لقيت رمضان؟ قلت له لا. انا سبت 50 جنيه مع مين؟ قلت له ما اعرفش بتاع مع واحد هناك. قال لي صاحب الشغل. قلت له يعني ايه؟ طب ما حلوه يعني راجل امين اهو. قال لي هو انت ايه؟ قال لي انا رمضان كلمني قال لي ابنك وعملوا سوا قلت له طب انا ما اعرف منين عادي 50 جنيه وسبتها له عادي. مش انت قلت لي اديله 50 جنيه انا سبتها له عادي لحد النهارده لسه بقى ماسك لي الموقف ده. ما طبعا انت في مره دفعت اكراميه بس انا عندي مشكله وخلصت لك حاجه. انا عندي مشكله في الموضوع ده. ما بتعرفش خالص مالكش دخل. ها ما اعرفش اعمل ايه وما اعرفش ده بياخد كام عنده ليه اكراميه يعني مش بياخد ولا لا. انا عارف ان كله بياخد
لا ايه ده ايه ده ايه يا استاذ اسلام اللي انت بتقوله ده؟ قلت كله ايه بياخد، كله بس انا ما اعرفش ده بياخد كام، ايوه واداله ازاي. فاهم. يعني في ناس يا اسطى ناس ادرجيه ابويا بص في عينيك يعرف انت امتى الكام يا لا العظيم ثلاثة انت كلك على بعضك بكام؟ ايوه رهيب. ليه بيديله الورقه مش عارف ايه، فجاه الورقه تحتها والتاني يا اسطى بكل سلاسه في الدنيا اللي تروح دي 5 كتير. فجاه انت خلاص راح. تصدق بالله؟ هتصدق ولا لا؟ لا اله الا الله، مصدق. عملت الرخصه بعلبه سجاير. طب صدق انت تؤمن بالله؟ لا اله الا انا الله. عملتها بعلبه جبنه. ايه ده؟ علبه جبنه؟ علبه جبنه ليه؟ علبه جبنه، تخيل. علبه جبنه؟ علبه جبنه. الرخصه الرخصه ده اديتها لمين؟ ده اديتها موظف تموين ده ايه ده؟ اديتها للموظفه كانت هتفطر، قلت لها بالله سلام. عليك قبل ما تفطر انا عايز اعمل بس رخصه. يا عم انت دلعتها كده بس. يا اسطى انا عندي كده حاجه مم. مع الستات الكبيره اللي في مم. المصالح الحكوميه دول، يشوفوني يحبوني. بتعمل نفسك يا اسطى انا بيحبوني من غير حاجه، من غير ما فاهم اعمل نفسي فاهم. حاجه. فاهم؟ كيوت. ما اعرفش يا اسطى، انا الستات الكبيره في المصالح الحكوميه دي تبص لي تحبني. فاهمك جدا فاهم. والله انا خلصت اي مصلحه والله. هم تعالى الستات اقعد دي. ايوه الحاجات دي، واكل الحاجات دي. وانت ايه يا ابني مش آه. مش بتاكل ليه ومش عارف الحاجات دي. واقف يا اسطى في الشباك بتاع الرخصه ده، والناس كتير ومش عارف ايه وبتاع. فواحد قال لي انت بص تروح لمدام مش عارف مين هي، ورحت مدام بتفطر، قلت لها بالله عليك انا بس مش عارف ايه ورايح الشغل ومش عارف. قالت لي طب بص انا لسه هفطر، خد 20 جنيه روح هات لي علبه جبن. قلت له خلاص انا هجيبها لك. رحت جبت حلو علبه أوي. الجبن ماشي. ففي بقى ايه، انا دخلت لها جوه المكتب، في الشباك بره باصين على المكاتب خلاص. فلما خرجت الراجل مش عايز يدخلني تاني المكتب، ماشي. فقال لي ايه على الشباك. فانا بقيت واقف انا مع الناس مع الشباك، انا يا بتاع مدام الجبنه. انا مع الجبنه. انا معايا الجبنه. انا اسلام بتاع الجبنه. الجبنه بتاعتك معايا والله العظيم. والناس بقى بتبص لي جبنه ايه؟ ايه اللي جاي ماشي بسيم اللي جاي ده. ايه جاي طلع رخصه بالجبنه يعني ايه؟ على فكره لو بالجبنه بقى يعني احنا نجيب رومي ونقلب الدنيا. لا انا بقى اتعلمت القصه دي من ابويا. فاهم بقيت كده قراي في الحته دي لا شويه. انا لا انا ولا بقى نعرف نعمل الحاجات دي. انا شويه يعني مش ادرج. ابويا مش طبيعي بس شويه. ارقامي برضو في العلالي انا بخاف تتردي في وشي. فاهم حاجه او يطلع اللي هو مش اصل خد بالك لو حسيته باهانه هيقلبها عبط. هي دي المشكله. هيقلبها دندره. ايه وانا انت شايفني مصلحتك بقى اللي انت عايز تخلص دي مش هتخلص ولا في 100 سنه. بقى فيها مصيبه يعني. خلاص بقى يعني خلاص. لا ممكن ما تخلصش بقى. أي؟ ما هو لو هو واقف عليه هو خلاص بقى ما انت خلاص خصمت معاه. فبروح ضاربها في العلالي عشان يعني ايه ضربها في العلالي؟ الرقم تديله 200 جنيه الورقه نخلص يعني بص مفيش علم اجيب فيها منين كده اصلا. يعني فاهم. يعني بيقعد يقول لك ايه، هو بيبقى عايز يقول لك ان انا هات يا ابني اي حاجه. فيها ايوه انت مش فاهم ان هو قصده كده. شاي والبتاع طب واحنا رحت انا رجاله. وانا بطلع الرخصه دي مره، او كان عندي مشكله مع العربيه بتاعت ابويا، كنا عايزين نغير النمره ومش عارف قصه حزينه. رحت لواحد قلت له مش عارف ايه، قال لي طب بص ايه اللي حصل ساعتها، قال لي هتسأل على حاج احمد كمال. ماشي خلاص رحت لاحمد كمال ده بتاع افلام. لا رحت لاحمد كمال قلت له 1 2 3 مش عارف ايه. قال لي طب انت تخش جوه للظابط، الظابط هيقول لك مش عارف ايه. قلت له ماشي. دخلت جوه للظابط، الظابط قال لي تطلع للحاج محمد محسن. ماشي. خلاص رحت اسال احمد كمال، قلت له فين الحاج محمد محسن؟ قال لي انا محمد محسن. قلت له ايه بقى الجنان اللي احنا فيه ده؟ اللي هو يخلص انا اعمله. اللي هو بقى عايز يقول لي ايه انت عايز ايه انا اعملها لك. ايوه يعني انا موجود. أيوة فاهم أيوة. انا الشام بقى بقيت انا كل شويه رايح جاي اسال انت مين، يقول لي انا كذا. يا عم خلاص يا عم انا كمال ولا ما هتفرق معاك في ايه؟ طب احنا بعدنا عن موضوع حلقتنا وهو الفلوس. اسلام انت سالتني انت بتصنف نفسك غني ولا مش غني؟ انت بقى بتصنف نفسك غني ولا مش غني؟ لا انا فوق متوسط. ايه فوق متوسط يعني ايه؟ تحت متوسط. انت معاك فلوس ولا لا؟ معايا. طب هات. عايز كام؟ هات مش هيتردوا دول قدام الكاميرا دول. ما انا مش معايا. انا ما وريني بس معاك كام دلوقتي؟ حلو قوي. تعال حالا؟ كل واحد يطلع محفظته. انا معايا الشنطه بره ماشي فيها كام؟ بس هي ما فيهاش فلوس. بجد؟ ماشي في هم فيزا. دول اللي معايا. وريني شوف كل واحد معاه كام في جيبه. معايا 20 جنيه بلاستيك و20 جنيه ورق 20 جنيه بلاستيك و10 جنيه بلاستيك. ادي كده 50 و50 اهي. ادي 100 110 105 105. انا معايا 140. ورينا. معايا 105 اهو. معايا 105 اهو. الراجل عدته. انت انا مش معايا بره.
بره في الشنطه. انت معكش ولا جنيه حاليا؟ حاليا انا قاعد هنا كده اهو. طب ازاي تمشي من غير فلوس كده؟ معايا انستا باي. عايز اي حاجه اطلبوا حاجه يا شباب من طلبات. بس احنا بعد كده لازم نلغي حوار الفلوس ده. نلغي الفلوس؟ لا الورق ده نلغي الورق. طب ما هو بيتلغي، ما هو يعني هم لازم. واحده واحده بيلغوه. لازم نمشي فضه. نرجع للفضه. رفة ترجع بقول لك للرفة. ايه رايك في الفتره اللي كانت هي اسمها ايه المقايضة. تحب انت والله القصه دي؟ اه طب انت هتقدم ايه؟ انت متخيل انت كنت هتقدم نكت؟ ما يعني تاخد ده- 5 رغيف عيش كده تقف تقول مره واحده رجاله تعطبونا. اسمعني اهي مش هقولها تاني. تروح رامي النكته ومروح 5 رغيف هتدخل على بتاع لا وتنزل من بيتك معاك نكته واحده. أيوة. ما هي تقولها هنا وتقولها هنا وتقولها هنا فانت قاعد في البيت رايت بلوك مش هناكل النهارده. ما عنديش نكته او نكته حاجة وحشه ولا- هاخده منك العيش. اعرف اللي انت بتقوله ده ترجع تاني ديك عيش معمر وعيش معمر. بجد والله كنت هتقدم ايه؟ انا ايوه كنا هنقدم ايه؟ نكت؟ لا معقولة؟ ما كانش بقى في نكت. لا كنا هنقدم حاجات تانية. كنا هنشتغل شغل تاني. يا ساتر يا رب. بس هي لو نكت هتبقى خطيره. بس احنا كنا الناس بقى كانت يبقى نجار والفلاح والحداد. بس هنقف هنا بس كده. بس انت هتعمل ايه؟ طب لو لسه انا لو بقول لك لو لسه المقايضه مكمله دلوقتي حالا في العصر اللي احنا خلص فيه في ده. الاستوديو هنا واحنا نازلين نقول لهم ايه بقى؟ ايه؟ عمدي شغال بسندوتش شاورما مثلا. لا ما هو اللي هيديهوله ده لازم يكون عنده شاورما. لا هي بتبقى اللي عندك يديك من اللي عنده. فاهم حاجه؟ يعني هو اللي عنده ان هو بيعرف يمنتج فيديك منتجه. طيب اللي مشغله ده عنده ايه بقى؟ عنده اوضه مثلا حمدي هيبات فيها مثلا فاهم يعني بجد الحياه تبقى غريبه جدا. طب بقول لك يا سمسم لو معاك 10 مليون جنيه يا ابني يعملوا ايه دلوقتي دول يا ابني؟ طب خدهم دلوقتي وكانت فاهم. طيب دول عرفت اجيبهم من الصرافه دلوقتي حولتهم. لو معاك 10 مليون جنيه بس 10 مليون ايه؟ هتجيب شقة ب5. شاب 5 اه وانت لازم تفنجر بقى وتروح تتوش ها. ما تجيب حاجه على قد ايدك يا ابني ال5 دي برضه مش حاجة. ما انا عارف. ما انا نزلت واشترينا واتهببنا وعارف طيب الأسعار بقى انا اللي هقول لك بتزيد. يا خلودة. ده حاجه نيله. 10 زودهم شوية نشوف هنعمل ايه. طيب بس استنى. اصل هنعمل ايه؟ طالما بقى احلام معاك 10 مليون دولار. يا نهار ازرق دول كام شوف يا دول؟ أخي. شوف يا اخي الرأسمالية. كام دول؟ فرق العملة بوظ الدنيا. كام دول؟ كتير قوي يا اسلام. 10 في 50 10 في 50 500 مليون جنيه. 500 مليون. قلبي هيقف والله العظيم. 500 مليون جنيه. المشكلة ان انا بيبقى معايا فلوس وزي ما قلت لك 500 دولارات مليون اقعد اعدهم فانا كل شويه اقعد اعد 500 مليون دولار. هتجنن هيجرى لي حاجة. 500 مليون جنيه ده انا اجيب عبد الله السعيد بإذن لسه يدي. ايوه اه والله العظيم. هتعمل ايه بجد؟ لا يا عم اعمل حاجات كتير. هبني جامع. يا سعد يا صغير خلصنا ولا هبني جامع؟ لا يعني اجيب بنينا الجامع. اجيب اي حاجه بقى. اجيب اي حاجه نفسي فيها. يعني اخش كارفور اجيب اي حاجه. يا اسطى كارفور ده اقسم بالله انت لو داخل ب 500 مليون جنيه هتخلصوا منتخبين. انت هتبقى عايز فلوس تانية عليه. يا اسطى كارفور ده فيه كل حاجه. ما انا عارف كل حاجه حرفيا. يا ابني والله. لا مش هيخلصوا. واحده بس هيخلصوا. كده. واحده بس يا اسلام. صدقني واحده. تعرف الجبنه رومي بكام دلوقتي؟ عارف والله ده اسلام. الشباب اللي بتهمهم ورا ركز معايا بقى وصحصح عشان الحلقه ايه بتموت مننا. معاك 10 مليون دولار هتجيب ايه؟ 10 مليون دولار 10 مليون دولار هتجيب ايه يا عم اسلام؟ هجيب جزيره في المالديف. جزيره بالمالديف دي سعرها كام اليومين دول؟ سعرها كام؟ اغلى من 10 مليون دولار. اسلام فيها اسلام. اصحى معايا بقى. الفلوس مش مكفيه يا عم. عندي 10 مليون دولار مش مكفيه. الاسعار بقت نار. والله العظيم حاجه تصعب على الكاف. لا طب اقول لك على حاجه. عارف انا هجيب ايه؟ ايه؟ هجيب طياره هليكوبتر. من الاخر. ده انت هتجيبها مش هتعرف تحط لها بنزين بعد ما تصرف كل اللي معاك. لا مش عارف اسوقها اصلا. فانا الاول اتعلم سواقه الطياره الهليكوبتر. يا سلام يا ابني. يا سلام عبقري. عشان يحصل اي حاجه تاخد علاج وتمشي. انت اسمه ايه اللي كان مع حسني مبارك ده؟ سالم ده عايز تهرب. مين اسمه ايه؟ مش فاكر يا عم. اي حاجه. انا اجيب جزيره اه وافتح حساب في بنك في سويسرا
يا ابني ده طموح رجل اعمال هارب. طب ما انا راجل عمال هاري، ما الفلوس دي جات لي منين؟ ما هيقول ايه من اين لك اختلاس هذا؟ يعني. ايوه من انت اين خايف ها؟ لا تقلقش. ما هيقول لي من أين لك هذا؟ يا عم محدش هيقول لك حاجه يا عم. ما حدش يقول لي 10 مليون فلوسك دولار اي حد منين؟ هيكلمك تديله 50 مليون هيمشي عادي خالص. 50 مليون جنيه جنيه. خلاص بقى عادي اهو. امسك في الفلوس برضه. انا عايز استلف انا. يا لهوي صعب. انا لو معايا 10 مليون دولار، طيب اول حاجه هشتري نادي الدرجه الثانيه يا سميح ساويرس في انجلترا، واخد بالك، واجيب صفقات من البرازيل وباراجواي باراجواي. وتشيلي انت هتجيب بن؟ ومصر والجزائر. الباكات من الجزائر واخد بالك، ونصاص الملعب والحراس من مصر، وكل خط الهجوم من كورة، البرازيل كورة. وتشيلي وباراجواي واراجواي. تجيب كوره برضه؟ ايه كوره. ايه المشكله؟ نادي استثماري، والبس البدله كده واطلع في اللقاءات اقول لهم نو يس بتاع اوكي، واجيب اللعيبه اتصور معايا كده في واجيبهم. كوره ايه وقرف ايه؟ مش كوره، لا انا ما بقتش كوره بقى، بقيت رجل اعمال خلاص. واقعد مع بريز اقول له عايزين نعمل دوري جديد وبتاع. هتشارك في السوبر ليج معانا؟ لا نصب. طمعانين في فلوسي. كلاب. انت عارف الفلوس اللي معايا دي ما تكفيش اللي انا بقوله ده اصلا، اساسا ما تجيبش لعيب. صح؟ يعني 10 مليون دولار دول يجيبوا مين اصلا؟ يجيبوا ايه ده النني ياخدهم عشان عشان يقعد معايا. تصور معاك اصلا. انت شايف الفلوس بتاعت لعيبه الكوره مبالغ فيها؟ لا مش مبالغ فيها ليه؟ كده. لعيبه الكوره مش كتير في العالم، مبدأ الندره عادي. هوبا. لا بس هم كتير. لا مش كتير. هم تهيألك نسبة بالنسبة بالنسبه مثلا للعالم. لسواقين اوبر مثلا، صح؟ مش انت عايز تقيسها كده يعني بالنسبه لشغلانه تانية؟ لا أمال؟ الموهوبين عموما اه بالنسبة للمش موهوبين امم لا يا عادي بتقدروا بالفلوس عادي. بس كتير. مين كتير؟ طب ماشي. لا هي الفلوس هي مبالغ فيها. يعني انت شايف ان صلاح محسن ده كان يستاهل 40 مليون؟ مين ده؟ شفت في نادي، في حد عاقل في مصر دفع في واد اسمه صلاح محسن، خد بالك ما بيعرفش يكتب اصلا، صلاح محسن 40 مليون. هل ده منطقي؟ لا مش منطقي. طيب شفت بقى. لا ما يعني سيبك من الكوره في مصر دي مش تحكم عليها برضه. ماشي، ما بره ساعات بيتخموا في حاجات كتير قوي يا اسلام. انت اصلا شايف ان البني ادمين يقيموا بالفلوس كده والحاجات دي؟ طب ما فرقنا ايه عن اسمه ايه، تجارة العبيد. تجاره العبيد؟ فرقنا ايه؟ فرقناش حاجه والله ما فرقنا حاجه. مش بتجيبه وبتشغله عندك في النادي وبيجي يتمرن الصبح وليه مواعيد، ولو غلط بيتخصم له ما هي ولو ما جابش جوان بيتخصم له، ولو خسر طب ما هو هي دي شغال راس عندك ماليه أهو. اهي. طب ما هو عامة لايقة برضه على الموظفين. هي بالظبط، مع ان فلوس اقل. بس انت مش موظف، انت كرييتيف يا عم موظف يا عم ده بيشتغلونا كلها تايتلز. والله بيشتغلونا. موظف. انت مش موظف والله وانا كمان. مين اللي قال لك كده؟ ده بيتقال بس انا بقى عايز انا كرييتيف، انا اروح براحتي وايجنسي لايف وبتاع هجايز. كذب والله. يعني انتوا عادي جدا. يعني لو غلطت يحصل ايه؟ هيمشوني يجيبوا غيري عادي. اكيد مش هيقولوا ده كرييتيف يغلط عادي بقى لا بلوك الولد مضغوط لسه مفركش. لا اكيد لا، اكيد في صاحب شغل متضايق. فلوس كل حاجه اسلام. انت بيجيلك هاتف يعني هناخدها من عبده كده تبقى غريبه. الفلوس كل حاجه؟ الفلوس كل حاجه؟ اكيد لا. اكيد لا. الفلوس تجيب كل حاجه. بالظبط كده، صح كده. الفلوس معظم الحاجات. بس انت معظم الحاجات هتلاقيها محتاجه فلوس. بالظبط. بس ايه مش محتاج فلوس؟ تقول لك الفلوس السعاده لا تكمن في الفلوس. هات بس مالكش دعوه. فاهم؟ ايوه مش عارف، حاسس فلوس كل حاجه. انا اي ثينك الفلوس كل حاجه. في نظريه بتقول ان اي حاجه بتؤدي الى الفلوس. يعني شوف اي مشكله هتلاقيها هي سببها الفلوس. اقسم بالله والنسوان. ابحث عن المشكله. مرأة وفلوس. وانت دايما عايز فلوس عشان المرأة عامه. المرأة عموما عايزه فلوس. كل الناس اصل اقول لك على حاجه.
صلي على النبي. السلام. انت عارف لو مفيش ستات في الكون، الرجاله هتقعد ملط عادي جدا، مش هنعمل اي حاجه، وعادي مش عايزين اي حاجه. كل الصراعات اللي في الدنيا لاجل اثبات ان انت هو زعلان ان هو ما إن أنت كنسلش الحلقه موجود. اللي فاتت. يعني هو كان ولا حاطط فاكس. كده كنسل في الحلقه ولا بتاعت فاكس. العلاقات، لقيت نفسي ما كنسلتش، ولا فاكس. اتكنسل هنا بقى. بس انا المشكله فلوس، يا راجل. والله فلوس. اسمع مني عبده مأكد، اه عايز تدور على اي مشكله عندك كده هتلاقي حلها فلوس. صح فاهم. ها. انا ما خدتش ثانيه تفكير، فاهم صح. مسجات مسجات. تعال نقرا شويه مسجات بقى اسلام. واضح ان ماشي. احنا ايه حته فلوس دي هتدخلنا في حتت هتخسرنا ناس، بالظبط. هتخسرنا ناس. بص حد بيقول لك حوشت 300 جنيه في 3 شهور المدرسه عشان اخر يوم امتحانات اخرج. جه اخر يوم امتحانات لقيت الحصاله اتسرقت. ابوه يا وجع الحصاله والله. ابوه ده. مش لازم ابوه، ممكن امه، ممكن اخواته. لا الاب هو اللي بيسرق. ايه حد عمره سرق فلوس؟ سرق فلوس. سرق او اتسرق؟ حد أو سرق اتسرق. فلوس. انا دايما كنت بعمل بروجكتس وانا صغير. يعني هقول لك افتكرت كده حاجه عملتها وانا في ابتدائي، في اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي مش فاكر. كنت انا واختي كانت اصغر مني، كانت هي في اولى، ايوه هي كانت في اولى وانا في رابعه. فهي كان معاها في الفصل العيال لسه اطفال شويه، وانا في رابعه بقى ايه نضجت سنه اه فبقيت اجيب ايه الرسومات الكرتون اشفها على ورق كلك واقصه والونه قوي واظبطه بتاع واتباعها في الفصل بربع جنيه. ده رقم ده اه مصروف. هي اسمها ايه البي ار بتاعي. تروح بقى تتسوق للمنتجات بتاعتي وتبيعها لي عندها في الفصل ونظبط مع بعض الفلوس دي، نقسمها، نظبطها، نجيب بيها شويه شباسي وحاجات وكده. شباسي. اخر اليوم يعني. بس فضلنا على العمليه دي بتاع شهرين 3، قلبنا الدنيا والله العظيم 3 ولعنا العالم. نغنغه. نغنق قلبان. بقت امي تقول لي هديك مصروف، لا 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 خليهولك ياما. خلي المصروف مش عايزينه النهارده، وما تديش نجوى برضو، احنا تمام عادي. خلاص بقى، خلاص راجل بيت خلاص. بس قعدت كده فتره، كبرت شويه، بدات اعمل ايه؟ انت بتتكلم بقى سرقت بقى فلوس. انا ما سرقتش فلوس، بقيت اروح المحل عند ابويا اسرق بضاعه. واروح البضاعه ايه بقى؟ آه. اسرق الحاجات اللي شكلها طفولي، ميداليات والحاجات دي. يعني كان في ميداليات بقى تتعلق في الموبايلات، حد فاكر الحاجات دي؟ ايوه. كنت لين بقى الحاجات اللي شكلها ايه روش وشكلها فيها وبتنور وبتلعب، مش هاخدها، انا ما اعرفش سعرها. فاكر بقى القصه دي عملت قلبان في البيت. اخدها واروح واظبطها وشكلها وانزل بقى في الشارع اسوق، ماشي بقى حاططهم في ايدي كده. يا رجاله عايزين تشتروا بقى بتاع زي اي واحد بيدخل على القهوه عادي جدا. الناس بدات تشتري ويعجبهم بتاع. ليه بقى اللي اكتشفته؟ اسعاري ببيعها بربع جنيه وبنص جنيه، اللي هو تعالى مجنون. خلصت البضاعه وعملت فلوس رقم غير عادي، ماشي بقى على طول حاططهم في جيبي وجيبي قابب كده. قمت لي خد ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ فلوس. قالت لي منين؟ قلت لها ما شغلي كده وداخل شغل، داخل مصلحه كده بعملها وبتاع. منين؟ قعدت تستجوبني لحد ما رحت قايل لها لا طبعا بقى حاجات الاهالي وبتاع. راحت لابويا واتعصب فشخ انه قال لها ده مش سعرها. بيبيع غلط. هو مبدئيا سرقني، ثانيا بيبيعها رخيصه، ثالثا ايه كل الفكه دي؟ ارباع وانصاص وجنيهات. انت لو قصتي مع الفلوس وانا صغير. انت لو لقيت شنطه فلوس هتبلغ عنها ولا يتيم هتاخد؟ ابويا ده انا بحلم بيها عبوده ماركه مسجله. انا بحلم بشنطه عبوده دي. مش هتبلغ يعني بلغ مين يا وتسلمها عم؟ وكده؟ لا 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 ليه؟ ال 10% خليهم لك يابا، لما الحكومه تزود النسبه ابقى اروح. طب ما في واحد دلوقتي عمال يدور على الفلوس دي مش لاقيها. ايه؟ حد قال له ايه ما ياخد باله من فلوسه؟ نهزر. كام هم؟ يا عم شنطه فيها مليون جنيه. جنيه؟ اه هو 10% 100 لا وراح ارجعهم، الحلال حلو برضه. 10 مليون دولار لا افكر. الله. مليون دولار افكر. يعني 10 مليون دولار ده الحلال حلو ولا الحرام وحش؟ هبررها لنفسي. دولار اقول انا اروح يقول لك جاب الدولارات دي منين وادخل نفسي في سين وجيم لا يا عم ما خليهم معايا، بس سهله يعني. في مبرر وتطلع بتاع التاجر اثار ولا حاجه ويلبسونا نتهم. طب على ايه القصه دي؟
سهله سهله يا اسلام تهرب منها دي. لكن جنيه لا لا لا، جنيه عادي صح. خلوهم لكم. بعدين ادوني 10%. خدهم كده وانت تخيل خارج من الاسم معاك فلوس. قول لي حاجه. وانا في ثانوي كنت بسرق من ابويا ب 5000 جنيه. كنت عارف بيشيل الفلوس فين لحد ما سرقت اكتر من 50000 جنيه. وفي يوم انا بسلم مكان الفلوس بفتح نور الاوضه لقيت ابويا وامي صاحيين ومبتسمين بيبصوا لي. مبتسمين؟ طب كويس والله. ما هي الابتسامه اللي هي الابتسامه اللي هي في حد 50000 جنيه. يا ابن اللعيبه. سرقت انت حاجات من الحاجات دي قبل كده؟ لا انا كنتش بسرق. يعني مش بسرق، بس انا كنت بستهبل. يعني اللي هي؟ الدرس ب 50 جنيه هسيب 100 جنيه. 100 جنيه؟ انت فلوس كنت في غالية. اسكندريه ولا؟ الفلوس غالية. الدروس بتبقى جشعين. كتاب 20 جنيه كمان، وتصوير ورق ب 30 جنيه. والواد اللي بياخد الورق ده ما هو بيبقى عايز رشوة. اي تفصيلة. عارف عارف ان هم بيبقوا عارفين بقى انت بتخنصر سلم عليا. عرفت ده. عرفت ده. عادي خالص. عرفت. ابويا قال لي. بيبقوا عارفين ومديهم لك. قال لي والله. قال لي والله. دايما بيقول لك انت قول اللي انت عايزه وانا هديك وانت ما بتقولوش. بقول له. مدكش. بيقول لي لا ليه عايزها ليه؟ مش عندك مذاكره؟ نازل ليه اصلا؟ طب خلاص هات عشان الدرس. لا درس نصرف على التعليم طبعا. تعليم نصرف. مرقعه وهزار وخروجات لا. بيعمل كده مع اخواتي دلوقتي. ببقى نفسي هي واقفه هنا قاعده اقول له ما هو لو قالوا لك مش هتديهم. ما لو قالوا لك مش هتديهم، لان هو نفس السيتويشن بيحصل بالظبط. لا تعطي 50 جرام مش عارف ايه. انا واقف بقى انا عامل نفسي دي فلوس الدروس طبعا. ايوه اخواتي بياخدوا دروس جدا. ايوه انا عارف كل حاجه وهو عارف وامي عارفه واخواتي عارفين وكلنا بنمثل يعني. ايوه بنصلها جدا عاملين اجواء يعني. شوف لنا تفتكر الناس بتعمل كده؟ بتعمل ايه؟ يعني ليه هو بيبقى عارف وبيديك الفلوس برضه؟ طب ما يصارحوا ويواجهوا ويقول له امسك. عشان انت بيصعب عليك القرش. الاب ولا انا ولا ايه اللي حصل؟ انت مش عايز تطلع القرش. انت تعمل كده مع تيمو؟ طب بص انت بيصعب عليك القرش. بص. انا كده بيصعب عليا القرش. لو شفت اي قرش بيصعب عليا جدا. في 2005 ابويا كان معاه $1 مليون، حولهم 5 مليون جنيه وعمل مشروع وقعد يشتغل لحد السنه دي وصلت ثروته ل 50 مليون جنيه. يحولهم لقوا $1 مليون. دي مشكله بقى التضخم بقى. عبقري. ابو عبقري. فلت الجيله. ايه ده؟ التضخم ده وحش يا اسطى. التضخم ده وحش جدا. التعويم ده اوحش. والتعويم اوحش. مش هينفع نتكلم في الموضوع. مش هينفع طبعا. مش هينفع نتكلم في الموضوع ده. ماشي يا عم، ما قلناش حاجه اهو، ما قلناش حاجه. خلاص مش هينفع نتكلم. بس ايه القصه دي والله العظيم؟ هنعمل ايه طيب؟ يعني انت شايف الواحد بص لك يا اسلام، لو انسان عايز قول. لو انسان عايز يدخر امواله يعمل ايه؟ انت شايف ايه وجهة نظرك؟ هو عنده قدره ان هو يدخر يعني. هو يا عم معاه شويه اموال عايز يدخرها، هيجيب دهب. ايوه هو بقى ده الكلام بقى. هو ده الكلام. يجيب سبايك بقى ولا ينزل يجيب سبايك؟ لا ما تجيبش بقى مشغولات. اسمها مشغولات. ايوه حبيبي. ايه ده؟ ما ايه تفكر الثقافة؟ لا دخلنا هنا. انسى بقى. انا في القرش ما اعرفش ابويا ايه وامي. الثقافه دي؟ مشغولات ذهبيه يعني. انت ما تفهمش انت الحاجات دي. ما انتش تمسك قرش. حلقه غويشه دي. امسك على عد ال 10000 جنيه دول امسك. خليش حد يقول لك ايه تاني. لا والله العظيم قصه الدهب دي بحس كل الناس بتقولها، بس هل فعلا منطقيه؟ منطقيه للسبب اللي انت ممكن الورق ده في اي لحظه ما بقاش موجود فعلا. مش له لازمه فعلا. نصحى الصبح يقول لك يعني انت في لبنان انت الورق فعلا هناك ملوش لازمه. ايوه بس ده ورقهم هم. ده ماشي. ما هو انت دلوقتي ما هو ايه اللي حصل؟ ماشي. ما هو احنا في ثانيه قمنا الصبح مثلا. احنا في قمنا الصبح انت معاك مثلا 1,000,000 ليره. صحيت الصبح هم فعلا ما لهمش قيمه. ايوه فهمت. حرفيا ما لهمش قيمه. يعني ممكن نصحى الصبح نلاقي امريكا دي بقت لما انت اللي معاك ذهب. دهب هو ستيل محتفظ بقيمته. ايوه صح. حتى لو هو سعره نزل سعره طلع، بس انت اه. ممكن تبدله في حته تانية. صح. تعمل بيه اي حاجه. يبقى هو دهب. انا اشتري بلاي ستيشن. دهب ولا عادي؟ لا عادي. الجولد جبتش الجولد ما اديشن؟ جبتش الجولد. لا بس اعمل حساب ذهبي في البلاي ستيشن. حساب ذهبي يعني تعال ناخد معلومات. لا استنى اقرا واحده كمان.
قول لي نخلص المسجات. انا ابن عمي معاه دبلوم تجاره، شغال نقاش في اسبانيا، بياخد 400,000 جنيه في الشهر. السويسي. شكراً. السويسي يا باشا، الجنيه جنيه بلده يا باشا. 400,000 جنيه هم ما بيصرفهمش هنا. يعني ايه؟ يعني هو هناك معهوش 400,000 يورو. ماشي، بس لا فكك، العيشه برضو مختلفه واحلى والدنيا تمام. ماشي، بس هو بياخد مثلا مش 400,000 جنيه. لا مش بياخد، هو ده عبيط، ده بيحسب أيوة. حسابات مجنونه متخلفه عنده. أيوة. بس اقول لك على حاجه، مم. يعني لو بيساعد اهله هنا عايز يبعت لهم حاجه دي تفرق. هو يبعت لهم هناك 500 يورو اه تمام، هنا يساعدوهم فعلا. صح، فهمت قصدي؟ فاهمك جدا. خطيره طبعا. لو جالك عقد عمل بره تسافر هيسافر طب. وتسيب سيب الايه؟ تسيب الضحك ده. نضحك بقى من بره كلنا. انتوا كده- اعملوا كده نضحك. كده تضحك علينا بقى، انتوا اعملوا كده عايز نضحك. تضحك علينا. انتوا اعملوا كونتنت احنا وانا مين؟ انتوا انا بقى اقعد لوحدي كده، انا كده اقعد لوحدي. لا بقى هجيب مين بقى؟ عبده؟ هتقعد عبده ولا هتروح مع اسلام؟ لا انا مسافر. ماشي انا مسافر. يا عم انا قلت هجيب جزيره في المالديف، ما اكيد هجيب يخت جنبها عشان ما اركب. جاب طياره، الراجل جاب طياره. انا جبت طياره هليكوبتر عشان اروح بيها. بص، انا في واحد بعت لي بيقول لي انا الناس بقت تحترمني بعد مرتبي بقى ازيد من 15,000 جنيه، والله ما فاهم في ايه. لا معاملتي اتغيرت ولا بعمل حاجه جديده ولا اي حاجه. ايه الرقم ده؟ الرقم نفسه؟ هل ده الرقم اللي يغير النفوس؟ لا طب. امال في ايه بقى؟ النفوس اتغيرت ليه؟ ده نطت من كام؟ ده من 4 ولا من 5؟ مثلا انا ده كان بيقبض 3 مثلا، صح؟ شفت 8 ساعات ديليفري. هم بيشاوروا عليك ليه يا عبد الله؟ مش عارف. السنه اللي كاتب رساله. حسيت نطت من 4. نقص من 4 بس بقول لك ايه، اه. تفتكر حوار المرتب ده، الانسان اللي بيجري ورا يعني المرتب ده هيوصلك لحاجه؟ تبقى غني يعني؟ اه لا طب. صح. امال ايه اللي يحقق الغنى بقى؟ الاستثمار. الذهب. مش شرط امال الدهب بقى. امال ايه بقى؟ في الاسهم، بورصه. ايه تاني؟ يا اسطى في واحد على التيك توك اه شبه حسين فهمي، عارفه؟ ماشي. لا بيعمل نصايح كده في الاقتصاد ومش عارف ايه. يبقى اتفرج عليه، مش فاكر اسمه ايه حتى. انت بتتفرج عليه؟ يعني بيجي لي كده بيظهر لي. بتتفرج عليه صح؟ اه مش باين عليك ليه اي حاجه بقى؟ لا ما انا عشان النصايح دي. ببقى عايز انام ما بركزش. اقرا لنا اهم حاجه، اقرا لنا طب حاجه. ايه يعني؟ بيقول لك انت النصايح بتعمل ايه بقى؟ تستثمر ازاي، تعمل ايه، تشيل كام، تحط كام، تستثمر في ايه، اسهم ايه اللي حلوه، حاجات كده يعني. خطير، مالكش دعوه انت. حاجات ده بلدي شايله. بلدي اه بلدي ده ايه ده؟ متسيح ولا ايه ده؟ ايه؟ بقول لك متشرس. انت عايز ايه، مسجات؟ ايوه. بقول لك ايه، يلا يا عم اسلام خلصنا. صاحبتي طلبت غدا ب4600 في مطعم في الساحل. حلو. فكرة اني طالع اقضي ال5 ايام ومعايا 5000 جنيه. ده كان طالع الروان. او فاكرها الروان. هو كان فاكرها الروان ب 4600. 600 اتغدوا ب4600. ده يعني مش عارف اروح، مش عارف يرجع الشاليه بتاعه. انا متضايق قوي، اتغدوا ب 4600. مش بقول لك الغني في اللي اغنى منه. على فكرة لما تفكر فيها تلاقي 4600 دول مش كتير، بس ليه ليه في غدا؟ لا في غدا كتير قوي. في غدا كلوا كتير ايه يعني؟ فعلا. كلوا ايه؟ وبعدين منفرين. بعدين كل في الاخر يعني هتوجعوا قلبنا ليه؟ ايه بقى النظرية بنت يعني ايه بقى؟ يعني ناكل بالعقل. طب ايه اكتر حاجه غاليه اشتريتوها كده؟ غالية؟ دي اكتر حاجه غاليه اشتريتها يا عم اسلام. ايه العربية مثلا؟ لا حاجه، انت عايز حاجة تافهة مش بس غالية. حاجه يعني مش قد قيمتها. يعني يعني ايوه حاجه تافهه، يعني قيمتها مش حاجة تافهة بس منطقيه على غالية. حجمها او هي نفسها. لا بقالي فترة ما اجيبش حاجة اكبر من اخر متر. حاجه اشتريتها يا ابني الرخامة دي مفيش حاجة في دماغي، ما جبتش حاجة حاجة غالية يعني انت معنى كده انك انسان عاقل جدا وفاهم بيعمل ايه، صح؟ لا بالعكس، امال ايه؟ بس ما بشتريش حاجة غالية فوق الهبل يعني. مره اشتريت جزمه ب 5000 جنيه. ماشي، ما دي مش حاجة تافهة. صح عادي، بس بالنسبه ما هو نسبه وتناسب. اه. كان 5 دول بالنسبه لي رقم، انا اجيب بيهم جزمه كان ده حدث.
فاهم قصدي؟ اه وبالنسبه للناس دلوقتي انت ممكن تكون بتستفز ناس بالنسبه لها ان ده اللي انا عملته ده غريب جدا. فاهم حاجه؟ فهي تعتبر حاجه تافهه. في جوازات بتقف على باكو، عارف. في رجاله محبوسه على 400 جنيه. بعمل كده. احنا بنلم عشان اخوك مزنوق في كام؟ داخل على جواز. انا معايا 105 في اللي جيبي. معاك بقى. بتساعد يا اسلام؟ بساعد. مم. بساعد مين؟ تساعد الناس ولا عايز حد يساعدك؟ كان نفسي ابقى من عائله روتشيلد، كان زماني غني ومعايا عربيه وملك بلبن مثلا. السلام. السلام. اهو بلبن ده اكيد ماسونيه. اكيد. ليه؟ خطير. اتشهر فجاه. مش فجأة، هو شاطر يعني ماركتينج بقى وقعد يشتغل وبتاع، وبعدين بلانز خد بالك. يعني هو بدأ في الأول كده ايه، كان عامل الزحمة، بعد كده دخل على الترندات. انت عارف بعد كده انت بقى عارف عائله روتشيلد دول؟ اه طبعا. مين هم دول؟ متحكمين في الاقتصاد في العالم كله. ليه بقى؟ هنخش في حتة بنت لذيكة. ليه؟ انا ما اعرفش. بجد؟ بجد ولا بتهزر قوي؟ لا 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 ليه؟ دول عيلة يهودية متحكمة في الاقتصاد يعتبر، لأن هم عندهم في كل خراب عفريت. عندهم في كل خراب عفريت. انا فاهم والله ما بهزر، عندهم في كل حاجة أسهم بقى وفلوس وفي كل حتة وده الله. طب أنا في حاجة بقى أنا مش فاهمها، ايه بقى؟ وبجد مش فاهمها. هفهمها لك. أنا عارف إن هي هتبقى غريبة جدا. إحنا فراعنة والدهب مرمي في كل حتة، ليه مش أغنياء؟ مين احنا؟ مش أنا فرعون صغير؟ انت فرعون صغير وانت برضو، والناس دي مش فراعنه صغراء، واحنا مش فراعنه يا جماعه. هي مش البلد دي مش دي مليانه ذهب؟ احنا ليه مش اغنياء؟ يعني انت عايز تبيع الاثار يعني؟ يعني مش عايز ابيع. انا مش عايز ابيع، مش اثار. انا عايز تبيع ايه؟ مش فاهم. هو فين الذهب يا ابني؟ ما نسيح لنا يا عم حتتين كده صغيرين يا عم. اسوان مليانه عروض. لا بس استنى بس، مش ما نسيح لنا حتتين كده وخلاص. حتتين ايه يا ابني اللي نسيحهم؟ يا عم نشوف حاجه من اسره قريبه عادي يعني. لا يا اسطى مش الكلام ده. تمثال صغير كده. ايوه انت عامل زي فيلم عايز حق يعني، وعايز بقى انت ليك كده والحاجات دي خطيره دي، بس لا مش عايز اعمل كده. امال بس ايه؟ انا مش بهزر، هي مش يعني الدهب ده ما بيتحسبش صح عشان اثار؟ يا ابني لا ده ما يتحسبش. يتحسب مع مين؟ طب يتحسب ليه؟ ما انا اللي مضايقني ان هو بيتهرب وهما بياخدوه بره. يا عم دي قصه تانية، دي حلقه تانية. حلقه تانية صح؟ دي حلقه تانية. حلقه ايه دي؟ بسياحه دي ولا ايه؟ مثلا انا متضايق يعني، انا عشان- مخنوق. عشان انت نفسك تروح المتحف المصري الكبير، تاخد لك قناعين كده ذهب، تروح مسيحهم في صح في الصاغه وتعمل لك. لا يا عم مش للدرجه دي، هعمل كده ليه؟ معقوله؟ ليه ما نعملش كده؟ بهزر طبعا. بتغير النفوس. سؤال شائك. ايه السؤال؟ عبده قال لك اطروحه، هل الفلوس بتغير النفوس؟ لو النفوس مريضه كده كده هتتغير. بالظبط. انا بشوف ان الفلوس بتحطك في اختبار قدام نفسك. والله بتحطك في اختبار قدام مبادئك الحقيقيه. عندك مبادئ ولا لا؟ صح. والله يا ما ناس بنت اتغيرت. تعرف ناس اتغيرت؟ عبده اتغير وحط رجل على رجل وبيجي متاخر وحاجه بقى بنت. غير عبده، لان من اول يوم انا بقول له ان انت لما ربنا يديك هتدوس على الخلق. هو عارف، انا وهو متفقين على ده. لا ما اعرفش حد اتغير بصراحه. يعني حدش اتغير التغير اللي هو بقى وحش يعني. بقى قاسي. لا طب انت شفت حد لا انت شفت حد اغتنى فجاه؟ بجد؟ بايه بقى؟ ازاي؟ اثار على طول. سيح يا باشا اللي قلت لك عليه وانت مش عايز تيجي معايا يا زميلي. بقول لك الرجاله بتسيح يا باشا هنطلع على المتحف المصري نخلص لنا حته دي. لا يمكن. اتغير فجأة، والناس فجأة. وفي ناس اتغيرت عامة. بمعنى اللي هم اللي الفلوس بتغير النفوس. ده شفته في حد كده بدون اسامي وبدون ذكر خالص، حد كده قريب من عيلتنا. صاحب ابويا كان بينهم شغل كتير قوي. هو يعني معروف، هو رجل اعمال. فجأة اختنى. لا انت رابط الاتنين كده ببعض. امال ايه اللي حصل؟ اتغير. يعني ايه اتغير؟ كان عادي كان شريك ابويا والشغل معه مع بعض وبنبدي احنا اختنى بالشغل يعني عادي. بس اتغير.
اتغيرنا الشخصية اتغيرت اتغير يعني. تماما، تغير بقى، ما تغير وحش. اللي هي الفجعه دي بقى، اللي هو اهله لا والناس اللي حواليه ومش عارفه ايه، وبيتنصل من كل شيء، وبيتجوز امريكانيه، وبيعيش بره، وبيدور على الجنسيه، وبيدور على بيهرب من اصلا. كله بيهرب من اصله تماما، يعني مش بشكل بشع. مم. يعني مش في ناس مثلا بتعمل ده بالعقل بتطور ان هو بس عايز يبقى ايمج لا يا اسطى، اللي هو لا، انا مش عايز حاجه من ماضيه تماما. انا مش عايز خالص. فاهمه عموما يعني. فاهمه؟ لا يا اسلام، يا نهار اسود، يا نهار اسود، مش يا عم كده. انا بقول لك فاهمه، ما بقولتلكش اعمل زيه، بقول لك اسلام، فاهمه. اسلام عايز تقول ايه يا اسلام؟ انك هتبقى كده؟ يخرب بيتك. بقول لك فاهمه. فاهمه وازاي تفهمه؟ ايوه صح. يعني ايه ازاي تفهمه؟ فاهم، انا فاهم. تعرف حد بقى اختنى فجأة؟ انت سألتني، انت تعرف حد؟ حد اختنى فجأة؟ لا انا اعرف حد غني عموما، يعني غني. طب معاه غني. اه طب ايه بقى علاقتك بيه ايه؟ طب ما تيجي تكلمه في احد، قانون الرجاله. يا اسطى ده غني لدرجة ان هو كان مترشح لرئاسة في 2012. عادي ساعة صغير ترشح. خد بقى دي. ما عرفش يلم التوكيلات. بس هي دي مشكلة. غني. اسمه ايه؟ لا مش هقول لك. قولها بالحروف. لا مش هقول لك. اللي هو لم خ. عارف ده كان مقبوض عليه. عادي يعني. اسمه ايه؟ لا مش هقول لك يا عم. سين صاد كده. ميم ايه ده؟ مروان موسى. مش هقول لك يا عم، مش هقول لك. الناس دايما اللي بتختني فجأة دي بقى بيبقى ايه؟ يا اما اثار يا اما ورث. ما نفسكش يلا اسلام كده حد يقول لك انزل يلا اسلام لان لا وعايزين حد امين يصرف. لا انا امين واصرف. لا يقول لك عندنا حد في العيله في كندا. نفسي يا اسطى. انت عارف ان انا عندي ابن عمي في السويد؟ ابن عمك صعب قوي تورث منه، دي لفه صعبه قوي. مش عايز اورثه، عايزه يبعت لي بس، مش عايز حاجه. صعب تورثه بصراحه. لا مش هورثه يا عم. يبعت لك بس ايه؟ طيب يبعت لك ايه؟ عايز ايه؟ يبعت لي اي حاجه، يبعت لي جاكيت اديداس مثلا او حاجه. عماد الحلقه دي بعنوان انا عرفت طموح اسلام. جاكيت اديداس. لا يعني من اول حلقه انت طموحك انت مش انا من الحلقه تنزل ابقى ادرس طموحك، بس هو من الاول مش عاجبني. عايز جاكيت اديداس يا عم اجيب لك، خلاص ما تعادش. واحد صاحبتي راحت السويد، اخوها عايش هناك، فما رجعت كانت مكتئبه حبه. مكتئبه. بس السويد دي جميله قوي. قلت لها ليه؟ قالت لي كنت في الجنه. جنه. مفيش. بس اتفرج على الصور السويد دي في خطيره. انا شفتها عندها في الستوري. احلى حاجه. وبعدين دلوقتي هناك ما بقاش فيه فلوس. ايه؟ مفيش حاجه اسمها فلوس، مفيش حد معاه كاش كده، محدش معاه 105 جنيه في جيبه كده. ايه ده؟ يركب ميكروباص ازاي؟ مفيش ميكروباص. ميكروباص من السويد، شعر السويد الرئيسي. ميكروباص ايه يا ابني؟ مفيش الكلام ده دلوقتي، كلها ابلكيشنز وحاجات طب ما احنا ما انت فاكر ايه؟ مصر الرقميه حبيبي، فك. الناس عماله تخبط علينا. ماشي ما طب ما احنا في الرقميه منه اهو. لا احنا لا، هناك مفيش كاش فعلا، مفيش كاش. ماشي يعني تخش في اي حته تجيب اي حاجه كله بالحاجات. في الابل بالساعه بقى، بالابلكيشن، عارف مين اللي عايزين يعملوا كده وخلاص؟ يعني بيقولوا قدامهم سنتين السعوديه ما بقاش فيه كاش خالص. هي دلوقتي كده معظمهم كده اصلا هناك. بس ما تفتكر مصر هتبقى حلوه لو عملنا كده؟ يا اخي لا تبقى حلوه والله. مش هينفع. ليه؟ وربنا ما هينفع. ليه؟ ما ينفعش عشان الاكراميه. هتدي التوك توك ايه؟ ما تدلوش بقى حاجه. الكيو ار كود بتاعه بره كده. ايوه ايه يعني؟ وتلاقوا ليه بعبايه كده تقول له هم 5 جنيه هحولهم لك اهو. لا ما كل حاجه تبقى متسعره بقى، ما فيهاش. اصل احنا عشوائيين، ما ينفعش يا اسطى. ايوه هو بص بقول لك في نص جنيه ما تحولش ورقه. طب بننفع الكلام ده؟ يا اسطى ما بنحول كل يوم جنيه وربع. فيلم هندي كل حاجه تحويل كده يا ابني. اسهل من انت متخيل يا ابني. في مصر انت شايف كده يعني؟ لا صعب. ما تقول الحقيقه ازاي يعني؟ صعب قوي. صعب. الله دي وجهه نظري بصراحه. ايه اكتر مره ما كانش معاكم فلوس فيها؟ اسوأ مره
فاكر اكتر مره كانش معاك فيها فلوس يا اسلام؟ غير يوم ولادة تيمو. لا بالعكس، انا بهزر. ده انا عايز اجيب رزق. طب ايه اكتر موقف ما كانش فيه فلوس؟ ما كانش يعني مره كنت بروح الفلوس وقعت، محفظه وقعت، حاجه كده. طب دي ما كنتش قصه عارف أعمل والنبي، إيه، دي ما أنا كنتش قصه عارف نقابل أعمل بيها إيه. الجمهور. ما انا كنتش عارف اعمل ايه. طب هتروح ازاي؟ اطلب ومروح اديله وقف هتطلب؟ تاكس، اركب، اوصل، أيوة. ادخل، اديله فلوس. ابويا قال لي كده بقى لما روحت. انت طلعت عبيط. يعني انت طلعت عبيط، انا تمام يا يعني. ابني انا كنت صغير، كنت في اولى اعدادي مثلا، حاجه كده. اوكي. وانا واقف مش عارف اعمل ايه، مم. ولا معايا فلوس، ولا عارف اروح، ولا عارف اعمل. بس جبت ميكروباص بقى، قلت له معيش فلوس وحاجات كده. حلوه برضه. أيوة. عادي اعملها انا برضه. هو بقى فتح لي بقى الخيال، اللي هو طب ما تركب تاكس، تعال لحد هنا وانا هنزل احاسبه. عملتها انا دي بقى. لا انا ما كانتش عندي بقى دي. مره صغير. برضه، مره مش فلوسي وقعت، خلصت. كنت في سيتويشن غريب كده وفلوس خلصت، واحرجت بقى وبتاع ومش عارف ايه. كنت واخد تاكسي بكل كرامه وعنطزه، مع اني كنتش بركب تكوسه اصلا. خلاص طالما معيش ولا جنيه، كرامتي ما تتهنش. اخر حاجه متبقيالي، فاهم؟ بالتاكس نزلت يا بابا، مع ان العلاقه بينا ما كانتش واصله للمرحله دي يعني. دلوقتي بدات راحه جايه كده، وقتها ما كانتش، كانت راحه بس، فاهم؟ طب انا تحت البيت. قال لي معكش مفتاح؟ قلت له لا معيش فلوس. قال لي طب عايز ايه؟ قلت له معايا تاكسي بس عايز 300 جنيه. قال لي ايه؟ قلت له معلش جاي من اكتوبر. اول عمله ورق اتعملت في الصين. يعني الصين اول ناس عملوا العمله الورق دي في القرن السابع الميلادي، وكانت في عهد اسره تشانج. مين يا حبيبي؟ تشانج. تشانج تشانج. كونج. الفكره كانت ثوريه في وقتها، لان قبل كده الناس كانوا بيستخدموا المعدن والذهب كوسيله للتبادل. ما كانش في بقى قصه الورق دي. ماشي. بيقول لك في بنجلاديش عملوا اكبر سلسله نقديه كده، يعني عملوا سلسله فلوس كده. 1,000,000 ورقه نقديه من فئه 10 تكه. دي العمله المحليه لبنجلاديش. هناك التكه. طب ما تتك عليها شويه، انا معدي بقى عايز فلوس تاني. عملوها طول 4 كيلومتر. اه الهدف منها كان توعيه الناس حول اهميه الاقتصاد المحلي. لو اتعملت في مصر مثلا دي وفرشها على مدار 4 كيلو مثلا من شبرا لامبابه مثلا، فرشوا مليون جنيه. طريق بالبيس من اوله لاخره كده. فرشوا مليون جنيه على الطريق. يا مليون جنيه عشرات، يجي شويه هوا يطيروه. بص، اغلى عمله في العالم هي الدينار الكويتي. حصل. الدينار الكويتي اغلى من الدولار، والدولار اغلى من الدولار. واغلى عمله في العالم حاليا الدينار بيساوي 3.3 دولار بسبب احتياط النفط اللي عندهم. انا مش عارف القصه دي، ان انت عشان عندك احتياطي من البترول، فانت عملتك تبقى ماسكه نفسها زي الاردن كده. بس هما بيصنعوش، فالعمله برضو تحسها ملهاش لازمه. فاهم حاجه؟ يعني هي مش عارف اشرحها، يعني مش والله ما عارف اشرحها، بس هي بجد العمله ملهاش لازمه. ستيل ملهاش لازمه، لان هي ما فيش تبادل. بتستخدمها بره يعني قصدك؟ ايوه، ايه ما ولا اي حاجه. ماشي، بس ستيل انت لو معاك 100 دينار مثلا هتحولهم هيبقوا الدولار مبلغ خطير. ماشي. أيوة. طيب وانا قاعد بقى جوه الاردن، ما الحاجه غاليه لان انا مش بصنع اصلا. ماشي ما انا فاهم. فهمتني؟ فهمت علي؟ انت اردني بس بيقولوش كده عامه. كمل قول. لا بيقول فهمت علي؟ ماشي كمل. بيقول لك المصريين القدماء كانوا بيستخدموا حاجات زي الاصداف البحريه او الخنازير البريه كوسيله للتبادل بين الناس بدل الفلوس. ايه الخنازير البريه دي بقى؟ يعني هي الاصداف البحريه العاديه. مفهوم شويه الصدف. صح. بديك خنزير بري واخد منك شويه صوف كده وشويه حاجات. هل عبده؟ ايه؟ يعني اديك خنزير بري تديني شويه اكل كده صدف يا اما خنزير بري. يعني واحد داخل كده معاه 3 صدفات، واحد مع خنزير بري. دي استباحه كان بيشربوا ايه وقتها؟ اسمه ايه البتاع؟ لوتس. استباحه لوتس عنب.
بيقول لك الفلوس مش دايما بيتم طباعتها من قبل الحكومات. في بعض العملات في العالم بيتم طباعها من قبل شركات خاصة مش حكومات. يعني بريطانيا مثلا بتتعامل مع الشركات عشان تطبع الفلوس بدل ما يتم إنتاجها مباشرة من البنك المركزي. طب مش ده خطر؟ بيقول لك العملة لو قيمة طبعها ازيد. أكتر أزيد من قيمتها هي نفسها، ايوه يبقى أنت عملتك مش حلوة. يعني أنت لو الجنيه ده عشان تطبعه مكلفه أنت أصلا جنيه ونص. فاهم. اه بيقول لك الجنيه الفضة ده بيكلفهم اكتر. تخيل. يعني أنت عشان تصنع جنيه اه تصرف عليه جنيه وربع. ايوه بالظبط. ايوه ده حقيقي. انا سمعت الجنيه ده بيكلف اكتر. مم. لما رحنا قطر كنا بنوزعه على الناس سيفونير. جيفت فرعوني. طبعا بيعوا على اي وقفت واحد امريكي قلت له تشينج 1 باوند ايجيبشن Change. 1 دولار. اداني الدولار معايا لحد دلوقتي حاطه في المحفظه. اديته الجنيه قال لي دي مجرد اموال. طبعا بالنسبه له مجرد جاست اموال. ماني. بالنسبه لي ده اسمه اسمه 50 جنيه. طيب انت عارف بقى ان الفلوس اصلا مش ورق؟ ما يعني احنا مسمينها ورق بس هي مش ورق. الفلوس لما بتتعمل من القطن والكتان. امم يعني هي ما بيخشش فيها الورق. ايوه. دلوقتي بقت بلاستيك. امال ايه قصه الورق دي؟ هو عشان اسمها عملة ورقية. بتتعامل معاملة الورق لكن هي مش ورق. فاهم حاجة؟ مش فاهم صح؟ ولا انت؟ ولا انا طبعا. لا بس انا فاهم شوية عندك حاجة تقولها؟ لا فاكس بقى خلاص. والله العظيم انت مش قادر ها؟ عندك نظريات كتير قوي يا اسلام. بس يا عم الراجل عايز ينام. عنده شغل الصبح اللي بيجيب فلوس بجد. يلا نقفل الحلقة يا عم اسلام. اقفل. لا في انت مش قادر. اقفل. انت هتنام. انت هتقل شوية. بكده تكون الحلقة خلصت. متنساش تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لنا فولو على الانستجرام وتشير الحلقة دي في كل حتة عشان ده بيجيب لنا فلوس.